احنا مع حضراتكم مستمرين في تقديم نتائج مباريات المجموعات المختلفة. انت فرحانين ضمننا استوديو جديد. طب القيادات بقى. وبقى بيقول لك انتوا هو ضمن كرافته جديدة. استغلتوا الاستاذ محمد العبيد. طيب مشاهدينا الكرام، يمكن زميل عبد الناصر له قفشاته على الهواء الجميله الحقيقه. احنا ما قلناش نتائج مباريات الاسبوع الثالث ان شاء الله للمجموعه الثانيه يوم الاربعاء اللي جاي 25/12. مركز شباب سنورس هيلتقي الوالديه، والواسطه هيقابل ناصر الفكريه، بترول اسيوط هيقابل الفيوم، سملوط هيقابل الوادي الجديد، الاسيوطي هيقابل منية الحيط، منفلوط هيقابل بني سويف، مركز شباب ناصر ملاوي هيقابل مركز شباب مغاغه. دي مباريات الاسبوع الثالث اللي هتقام ان شاء الله الاربعاء 25/12. هننتقل مباشره الى المجموعه الثالثه. زميل عبد الناصر، المجموعه الثالثه عندنا النهارده كانت النصر الاعلامي. النصر يعني استرد عافيته على حساب الاعلاميين يا استاذ باهي وفاز 2-1. حلوان العام 3، الشرقيه للدخان 1 في مفاجاه أنا بعتبرها من العيار الثقيل في هذه المجموعة. حلوان العام يحقق مفاجأة ويفوز على الشرقية للدخان الذي فاز على النصر في الأسبوع الأول 2-0، ودي لعبة الكراسي الموسيقية اللي عجباني جدا اللي بيعملها محمد باهي. طوخ 2 بهتيم 1، مياه القاهرة 0، الاتصالات أو المصرية للاتصالات 2، البلاستيك 0، السكة الحديد الكابتن جمال عبد الحميد يستعيد ذاكرة الانتصارات ويفوز 2-0 خارج ملعبه. نجوم المستقبل يفوز 1-0 على سكر الحومدية. وخلينا أقول لكم إن المجتهد المدير الفني الجهاز الفني لنجوم المستقبل بذل مجهود جبار مع فريقه حتى يستطيع أن يلملمه ويفوز 1-0 على أرضه. الترسانة يتعادل 1-1 على ملعب الشمس، وأنا على فكرة كلمت الكابتن محمد فاروق قبل الهوا وبحييه إنه أدى مباراة متميزة جدا، ولكن بقول له يا كابتن فاروق الدقيقة 30 و20 ثانية شهدت ضربة جزاء مستحقة لنادي الترسانة، ولكن أعطيت ضربة جزاء هي قمة في الجرأة والإبداع، ونقدنا نقد بناء لان فعلا اديت مباراه رائعه. والمباراه فعلا كانت جميله يا استاذ محمد، واعتقد معانا لقطات ليها. نشوف لقطات لمباراه الترسانه والشمس. الحقيقه المباراه كانت هايله النهارده، كانك بتتفرج على مباراه الدوري الممتاز. يمكن الترسانه في الشوط الاول كان مفيش ترابط، ولكن بدا في الشوط الثاني يظهر بشكل جيد لان عنده عناصر الحقيقه. يمكن الاستاذ محمد يكلمنا عنها اكتر، عنده عناصر من الدوري الممتاز. عايز اقول ان 17 هدف وثاني غزاره هدفيه بعد المجموعه الثانيه، هي مجموعه القاهره 17 هدف، 6 فوز او 6 انتصارات مقابل تعادل وحيد فقط. وده ينم على ان المباريات كلها كانت مثيره وقويه وحاميه. هي مجموعه ضربات الجزاء، سواء ضربات الجزاء التي تم تسجيل منها او التي تم اهدارها في هذا اليوم في جميع المباريات. استاذ باهي كمان معانا على الشاشه كان زميلنا المبدع الاستاذ علي سعد متواجد في ملعب الشواكيش، ودي لقطات خاصه بكاميرا كره بلدنا حيث كان مراسلنا سامح الجندي. والنهارده كمان هنقدم صوت مذيع قدمناه انا وباهي لهذه المباراه، الدكتور وليد السيد، اول مباراه ليه كتعليق كمان يا استاذ باهي. جميل، اتفضل. عايزين نقول ان المباريات السبع 6 منها بتقام برضو لأول مرة بين الفرق. تمام. لأول مرة بيلتقوا في دوري الممتاز ب باستثناء مباراة الترسانة والشمس فقط. بيتقابلوا للمرة الثامنة. وعايز أقول إن ده التعادل. طب ده نتيجة التقسيم بتاع المجموعات ولا إيه؟ هو جميع الفرق، يعني النصر والإعلاميين بيتقابلوا لأول مرة في الممتاز ب. حلوان والدخان وطوخ وبهتيم والمية والاتصالات والبلاستيك والسكة ونجوم المستقبل وسكر حمدية لأول مرة بيتقابلوا في الممتاز ب. البلاستيك والسكة ليه؟ في الدوري الممتاز مختلفة. لا ما كانوش، هو كان الصاعدين يعني البلاستيك لسه صاعد. وقلنا قبل كده ان البلاستيك اول مره بيشترك في الممتاز ب لما هبط من الدوري الممتاز للقسم الرابع على طول. وعايز اقول ان الترسانه والشمس هو التعادل الثالث على التوالي. يمكن بدا ب0-0 وبعدين 2-2 والنهارده 1-1. وجميع لقاءاتهم بتنتهي بفوز احد الفريق. ده هدف الشمس كابتن هشام صالح النهارده كمان اللي سجله دياكيتي هارونا. وطبعا هدف التعادل للترسانة كان محمد زكي في الشوط الثاني، واهدر وائل عبد الفتاح ضربة جزاء. بس عجبني جدا محمد جمال في المباراة. وده هدف دياكيتي هارون، هدف جميل الحقيقه، والراجل قطع كرة وبالمناسبه هو كل مجموعه فيها لاعب افريقي مسجل.
يعني اذا كان بس على فكره في طرفه انت مش عارف هتنساها ولا هتقولها. الكابتن ماهر النكلاوي شقيق الكابتن محسن طبعا الاثنين ما بيسيبوش بعض يعني، لازم بس نفكر. هم مش توأم على فكره يعني. واحد هم اخوات. مدير شؤون اللاعبين، كابتن ماهر وواحد النكلاوي مدرب العام. من الناس المحترمين جدا أكيد. كمان. اكيد. حارس مرمى الشمس كان هايل النهارده في اللقاء، كان مميز جدا. ما احنا مش عايزين نسبق نحرق. الاحداث طيب مش ماشي. عايزين نسبق الاحداث بقى ماشي. ان دي مش ده عايزين حارس نقطع على الشمس. بعض، مش عايزين مش عايزين لا يعني لفت نظرنا الراجل الحقيقه، وكمان لقب يعني. الحقيقه ان زي ما قلنا ان ست مباريات بالفوز. احنا بنحيي بامانه يعني الكابتن محمد السيد المدير الفني لحلوان العام، اللي الكل قال ان حلوان العام هيبقى لقمه سائغه في الدوري. بيفوز على الدخان، بيفوز على الدخان اللي كان كاسب النصر الاسبوع اللي فات، اللي حقق طبعا مفاجاه كبيره. لا وفرقه ليها اسم كمان. واكيد يعني انا عايز اقول لك ان 3 فرق في هذه المجموعه من اللي بيحملوا لقب الممتاز به او سنه اولى ممتاز به زي حلوان العام، نجوم المستقبل، طوخ، بيحققوا النهارده الفوز في المجموعه. ودي برضو بشره خير لكل الفرق اللي طالعه انا من عايز الممتاز اكمل به. معاك كمان حاجه مهمه جدا يا استاذ باهي، بس يمكن لما نخلص الهايلايتس ناخد تقرير الترسانه ونرجع لك تاني، لان عندنا كمان تقرير الشمس أكيد. مع زميلنا احمد كمون. اتفضل يا استاذ باهي. اتفضل. يمكن ضربه الجزاء اللي اتحسبت اللي كان الحقيقه انا عجبني محمد على فكره محمد فاروق حذره يا استاذ باهي قبلها على طول قال قبل اللعبه هو اللاعب ريعو طبعا اللي كان احتك بمحمد زكي. محمد زكي كان شعلة نشاط في المباراه كمان. وانا عايز استاذنك يا استاذ باهي كمان ونحيي معلقنا المتالق الاستاذ رامي بهجت من النيل للرياضه. كانت المباراه مذاعه على النيل للرياضه، وصديقنا وكانت مذاعه عندنا كمان في الثالثه. وكانت مذاعه على الثالثه. وصديقنا طارق سعده كان في تحليل فني على النيل للرياضه، بحييه جدا يعني. هو طبعا تجربه جميله ان احنا نطلع معلقين مع المراسلين، ويمكن دي يعني ان شاء الله هتعمم في المباريات القادمه. يمكن احمد صبحي مدني كان النهارده في مباراه فقوس وشباب اجا، النهارده الدكتور وليد السيد في مباراه الترسانه، وبقيه المباريات المصوره ان شاء الله هيكون مصاحبها معلق مع المراسل. طيب انا هسالك سؤال سريع كده قبل ما يعني نشوف التقرير مع بعض. اللاعبين اللي لعبوا في الدوري الممتاز اصحاب التجربه مع الترسانه هيفرقوا معاهم الموسم ده؟ هو النهارده في 6 لعيبه النهارده بيشاركوا مع نادي الترسانه، بيعودوا الى حضن نادي الترسانه باستثناء محمد زكي وفيليكس. يمكن فيليكس ما شاركش لحد دلوقتي. فيليكس طبعا لعب وكان هداف الدوري الممتاز به من 3 مواسم، وقاد الانديه السكندريه بكفاءه عاليه، ثم الانتاج الحربي الموسم الماضي، ثم نادي الترسانه يمكن ما شاركش حتى الان. ومحمد زكي مهاجم الشرطه بيلعب لنادي الترسانة. اما باقي اللعيبه زي هاني السيد وهاني حسن ومدحت رمضان. هاني حسن اهو هاني حسن طبعا اللي لسه بينزل نازل اهو، وطلعت محرم. الاربعه دول لعبوا في نادي الترسانة اما كان في الدوري الممتاز، وبيعودوا الى حضن الشواكيش من جديد حتى يحققوا هدفهم. عايز اقول لك كمان ان لعبه الكراسي الموسيقيه لا عايزين نخلي لعبه الكراسي بعد التقرير. مفاجاه عايزين نسالك فيها سؤال مهم جدا، الكراسي الموسيقيه. طيب هنخرج لتقرير مع الزميل سامح الجندي من ملعب الترسانه والشمس، ودكتور وليد معلقا لهذا اللقاء. مشاهدينا، انتهت مباراة الترسانة والشمس بالتعادل 1-1. معانا النهاردة نجم المباراة محمد زكي، ستايل عمرو زكي، شكل عمرو زكي، جرية عمرو زكي. برحب بيك على شاشة القاهرة. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. هارد لك النهارده التعادل. الترسانة كانت مسيطرة إلى حد ما، لكن سوء التوفيق خلى إن الشمس النهارده تتعادل معاكم. والله الحمد لله بنحمد ربنا على النتيجة والأداء. زي ما حضرتك قلت كنا مركزين من بداية الماتش ان احنا نعوض الخسارة اللي فاتت قدام سكر حمدية عشان نركب مع حضرتك شايف الفرقة والاسماء اللي في الفرقة. ما ينفعش الفرقة دي تلعب على مركز تاني. احنا هدفنا الصعود من ساعة ما جينا. الحمد لله زي ما حضرتك شفت فرص ضايعة بالجملة، بس في سوء توفيق وبلنتي ضايع، بس الحمد لله يعني البداية كويسة والاداء يعني طمن الواحد في المرحلة اللي جاية، وفي ماتش جاي اللي جاي على ارضنا كمان، فنقدر نستغله ونركب الجدول تاني ان شاء الله باذن الله. يعني احنا تعاقدنا او اتفقنا مع الكابتن شاكر عبد الفتاح من خلال يومين 3 مع مجلس اداره استاذ فريد ابو الداب والدكتور مصطفى عامر والاستاذ محمد نجيب على ان الكابتن شاكر يجي مدير فني، لان احنا في اول الموسم كنا معيدين مدرب عام ومدرب. كابتن مؤمن عبد الغفار. مؤمن عبد الغفار مدرب
محسن نكلاوي مدرب عام، وبالتالي كان بينقصنا المدير الفني، وطبعا شاكر ابن النادي وعنده خبراته وعنده فنياته، وطبعا هيساعد مع الفرقه كتير يعني. بس اللي كنا شايفين انه حضرتك الاداره الفنيه جايه من حضرتك النهارده. لا، من النهارده عشان هو لسه ما جاش، يعني هو هيستلم من بكره يعني من السبت. لكن انا بقول طبعا ان احنا يعني خلال المباراه الترسانة صادفها سوء حظ يعني غريب، يعني كل اللي اتفرج يعني خاصه الشوط الثاني احنا بنلعب في نص ملعب، الفرص بتيجي اللي بتمشي جنب العارضه اللي بيصدها، حتى ضربه الجزاء اللي جت لم يوفق وائل عبد الفتاح انه يجيبها جول، وده موجود في الرياضه يعني يوم ليك ويوم عليك. اداء مذبذب لنادي الشمس في الشوط الثاني، لكن اداء جيد في الشوط الاولاني، ايه اللي حصل؟ لا طبعا هو في الشوط الثاني التغيير برضو اثر، الطرد اثر علينا برضو، طرد من بدري. الحمد لله اللي احنا وصلنا لحد الاخر كده، ان شاء الله الماتشات الجايه نحاول نعوض اللي بنطلب مننا مننا ان شاء الله باذن الله. وطبعا يمكن انا عندي الطرد ديفندر في نص الملعب، يمكن مريع مميز عندي، انا اللعيب الطرد عندي والكورنر لسه ما اتلعبش، دي انا ما شفتهاش. طب انت طردت اللعيب الكورنر لسه ما اتلعبش، طب تحسب ضربه جزاء ليه؟ دي مالناش دعوه بيها، هم الاثنين بيضربوا بعض في 18، المفروض الاثنين يطردوا او كان يدي انذارات او ايا كان، لكن انا اطرد واخد ضربه جزاء والكورنر ما اتلعبش، دي انا عايز هسال كابتن محمد فاروق، اخش اساله هي الكورنر اتلعب؟ هو اصلا الكوره بتتلعب ادى ظهره للكورنر وما حسبش اصلا ما صفرش للكورنر وطرد الراجل على طول. انا بقول النهارده الحمد لله على النقطه، نادي الترسانه نادي كبير نادي عريق ومعاه جهاز فني محترم، انا معايا لعيبه صغيره، معايا 4-5 لعيبه تحت السن الحمد لله، ومعايا لعيبه كبار برده خبره في الملعب. انا بقول السنه دي ان شاء الله احنا عايزين ناويين ننافس من الاول، احنا السنه اللي فاتت فرق بونت الترسانه طلعت عننا، انا بقول ان شاء الله التعادل ده بطعم الفوز، بس انا كنت طبعا في 3 نقط النهارده، لان كنت بلعب على اخطاء الديفنس، ويمكن الجون الاولاني جه خطا الديفنس الجون بتاعنا الاولاني، ويمكن الجون بتاعهم الثاني يعني برده خطا من عندنا، بس انا بقول الفتره الجايه ان شاء الله نادي الشمس ان شاء الله هنشوفه ان شاء الله بينافس من اول الدوري. بتبقى انفعالات خارجيه اصلا يعني بينفعل مع احداث المباراه دون الخروج عن النص، لان اللي بيخرج عن النص بيبقى على طول في بيبقى عندنا قرارات قويه جدا، لكن ايه اثناء المباراه دول التعليق على المباراه، بيكلم لعيبته بيحمس بيتكلم، دي كلها مقبوله، لكن في خط احمر بيعدي بيبقى في قرارات قويه جدا، ومثل انتوا شفتوا النهارده في الماتش كان في قرارات وفي حاجات قويه برضه شفتوها اتفرجتوا عليها وشفتوها. هي وقعه الطرد طبعا قرار الحكم ده طبعا ما اقدرش اتكلم فيه، لكن هي وقعه الطرد لاعب من نادي الشمس في كرة ثابته شد لاعب من نادي الترسانة، فرؤيه الحكم ان هو حسب ضربه جزاء. انا اللي عايز اتكلم عليه وقعه طرد المدير الفني كمان كابتن هشام صالح، لانه اعترض على قرار الحكم بعد احتساب ضربه الجزاء وبعد طرد اللاعب بتاعه. شاهدنا احتجاج بشده قوي من كابتن هشام، على الرغم من ان طبعا اللعبه واضحه وده قرار الحكم يعني مش محتاج ان، فهو طبعا جالنا لحد الترابيزه عندنا وابدى اعتراضه على ضربه الجزاء، فاحنا بلغنا كابتن محمد، وكابتن محمد طبعا مديره قام بطرده، لجنه المسابقات بتبدا تحدد العقوبه اللي هو يستحقها يعني. الشواكيش تكسر حده الشمس وتتقاسم معها نقاط المباراه ليحقق ابناء ميت عقبه اول نقطه لهم، ويرفع الشمس رصيده الى نقطتين في مباراه عنوانها المتعه والاثاره كحال باقي مباريات كره بلدي. من داخل استاد الترسانة الرياضي سامح الجندي، قناة القاهرة. بنشكر الزميل سامح جندي على هذا التقرير الوافي، الحقيقه تقرير هايل ومشروع مراسل جيد وممتاز كمان ان شاء الله. طيب الكراسي الموسيقيه في هذه المجموعه مع الاستاذ محمد باهي، كان قال قبل التقرير ان في لعبه الكراسي الموسيقيه موجوده في هذه المجموعه، نعرف اكثر تفاصيلا منه. هو طبعا المفاجاه ان لعبه الكراسي الموسيقيه في هذه المجموعه ال 14 فريق كله اتغير مركزه، كلهم ال 14 فرقه من اول ال 14، حتى ان النصر اللي كان في المركز ال 14 بقى في المركز العاشر، سكر حمديه اللي كان في المركز الاول بقى في المركز الخامس. يعني جميع الفرق انتقلت من والى المراكز الاخرى. بس انا عايز اوجه، ده دليل قوه يا استاذ محمد. اكيد عايز اقول ان مباراه الميه الاتصالات النهارده بيحقق العلامه الكامله برضه تحت قياده احمد اسماعيل، 6 نقاط متتاليه. المباراه طبعا شهدت في الاخر كان مشاده جامده جدا، وكان احمد النعناعي حكم المباراه. وبالمناسبه يعني مراسلتنا ميرنا محمد وفتنا بتقرير كويس قوي عن هذه المباراه وبعض الصور. عايز اقول كمان ان اكتشاف مدربين جدد ومديرين فنيين في هذه المجموعه زي علاء ابراهيم اللي قاد نجوم المستقبل النهارده، ويبدو ان الاستاذ محمد الطويله هيفكر كتير قوي انه يستعين باي مدرب. كمان اول لقطات هي للاعلاميين والنصر، بنشكر المركز الاعلامي النادي النصر وزميلنا احمد كمون، لان دي بالكاميرا الخاصه النادي النصر مهداه لبرنامج كره بلدنا يعني. اكيد. ويمكن النصر النهارده بيستعيد توازنه
ويفوز على الاعلاميين بهدفين مقابل هدف، ويضيع ضربه جزاء في اسبوع اهدار وتسجيل ركلات الجزاء في بس كان ممكن النصر يفوز اكتر من 2 يا استاذ باهي. وهو كابتن سيد عيد يعني وعندك يمكن دي ضربه الجزاء اللي ضائعه، ضربه الجزاء طبعا ضربه الجزاء طبعا تقدم ليها. المباراه دي كان حاضرها طبعا الكابتن عصام الحضري، ان عصام بيتمرن مع الكابتن رندي مدرب حراس مرمى النصر باستمرار طول الفتره اللي فاتت. اكيد يعني يمكن زي ما قلنا ان المباراه ديت من المباريات اللي كانت مثيره برضه في نتيجتها وفي احداثها. يعني هي مباراه النصر دايما بيبقى فيها نوع من الاثاره الحقيقه. دي ضربه جزاء كمان، دي هدف الاعلاميين. بس خلينا حقيقي سيد عيد يعني يواصل تقديم يعني عروض فنيه جيده، تكتيك مدرب راقي انا بحترمه جدا بقدره هو وجهازه الفني بالكامل، وشايف يا استاذ باهي ان دايما سيد عيد بيبقى منافس قوي وشرس ومحترم في هذه المجموعه. وبالمناسبه سيد عيد هو اقدم مدير فني على مستوى الدوري كله، على مستوى كل رغم ظروف النصر الصعبه. اقدم مش اقدم يا جماعه يعني عجوز الراجل، لا هو الاكثر استمراريه، لكن الموسم السادس على التوالي وده طبعا حاجه يعني مستمر مع الفريق. يا جماعه كان الاستاذ باهي ممكن بيقول عشان بس في استقالات كمان الراجل يمشي ولا حاجه. لا مستمر ان شاء الله برضه. نرجع لحضراتكم مشاهدينا الكرام، يمكن استاذنك استاذ محمد نقول مباريات الاسبوع الثالث للمجموعه الثالثه يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله 25/12 كله الاربعاء كله الاربعاء عشان مباراه الاسبوع اللي بعده تبقى الحد. بهتيم هيلتقي النصر والاعلاميين الشرقيه للدخان، المصريه للاتصالات هيلتقي مركز شباب طوخ، السكه الحديد هيلتقي مياه القاهره، وسكر الحومديه هيلتقي البلاستيك، والشمس ونجوم المستقبل الترسانه وحلوان العم. دلوقتي هنروح مع بعض لتقرير مباراه النصر والاعلاميين والزميل احمد كمون وفوز النصر بهدفين مقابل لا شيء. طبعا انا قبل اي حاجه بشكر اللعيبه، ويعني الحمد لله رب العالمين لعيبتي لعيبه رجاله، ويعني احنا برضو بدانا في ظروف صعبه، اشتغلنا 15 يوم قبل بطوله الدوري. يعني انا بلاعب فرقه كابتن سيد عيد مدرب محترم جدا، فرقه نادي النصر بقى لها 3 مواسم بتنافس على الصعود، معاهم لعيبه محترمه بادئين بقى لهم 5-6 اشهر. فمع احترامي الشديد يعني الكوره بتقول يعني انا مش ببرر على حاجه، انا بقول ان انا الحمد لله رب العالمين في خلال 15 يوم قدرت الم رجالتي، وقدرت ان انا الحمد لله اكسب المباراه الاولى على ملعبي، والنهارده زي ما انتم شايفين برضو الواحد بشكل كويس الحمد لله بيأدي قدام فرقه يعني بقى لها باع كبير جدا في القسم الثاني، ومعاهم مدير فني على اعلى مستوى كابتن سيد عيد. انا بقول له الف مبروك، طبعا دي رياضه ودي كوره، والحمد لله انا بشكر لعيبتي وبشكر على قد اللي انا برضو مع احترامي اللي انا اشتغلت فيه، ويعني هي دي كوره، مكسب وخساره. الحمد لله رب العالمين. اللعيبه احنا راضيين عن ادائهم النهارده، ادينا اللي علينا وقدمنا مباراه كويسه مع فريق محترم، فريق نادي النصر طبعا بقياده الكابتن سيد عيد، فريق بينافس كل موسم على الصعود. احنا بدايتنا اول خطوه بنحطها في الدوري الممتاز ب السنه دي، فدي نتيجه الحمد لله احنا راضيين على الاداء، والنتيجه وارد فيها المكسب والخساره، وفي الاول والاخر طبعا دي كوره زي ما حضرتك عارف يعني فيها وارد فيها المكسب والخساره. الحمد لله على النتيجه وعلى الاداء، واحنا عملنا الشوط الثاني ماتش كويس، والشوط الاولاني احنا كنا مقفلين ان فرقه النصر فرقه كبيره وبتنافس على الصعود واقفه على رجليها، واحنا كنا بادئين متاخر. احنا الشوط الثاني كنا احسن. اللعيبه محترمه، عندهم جهاز فني ما شاء الله يعني محترم، بيلعبوا بتكتيك، عنده لعيبه مميزه في الملعب، قدر ان هو يستغل الجول ويهاجم، واحنا ضيعنا فرص وضيعنا ضربه جزاء يعني كانت كفيله ان احنا نرتاح، لكن الحمد لله. الماتش كان صعب، طالعين من هزيمه وماتش وحش، يمكن عملنا ده كويس بس الهزيمه طبعا اثرت علينا. النهارده الماتش كان صعب ورخم شويه، ضيعنا كتير بس مكسب مهم الحمد لله، ادينا دفعه معنويه ان شاء الله الماتش ده جاي باذن الله. بنحمد ربنا الحمد لله على النتيجه النهارده، لكن احنا كلاعيبه مش راضيين على الاداء في الملعب، بس احنا البدايه كان بدايتنا وحشه مع ماتش الدخان، فاحنا كبدايه لينا 3 بونت نقول الحمد لله على النتيجه وماتش كويس، والاعلاميين فرقه محترم برضو مش وحشه، وان شاء الله باذن الله اللي جاي يبقى احسن. عندنا بهتيم الماتش الجاي هيبقى صعب شويه بسبب ظروف الملعب، انت عارف الملعب بيساوي الفرقه كلها زي بعض، لكن كبدايه لينا ال3 بونت اهم من اي حاجه. احنا بنحاول نأدي وناخد 3 بونت، بس في ظل ان مفيش اداء في 3 بونت يبقى دي حاجه كويسه. الفريق البطل دايما النادي الاهلي عموما بيبقى ساعات وحش وبيعرف يكسب، فالحمد لله احنا كسبنا النهارده 3 بونت، هو مكسب المباراه النهارده 3 بونت.
دي كانت لقاءاتنا من ملعب نادي النصر. اترككم ومزيد من التفاصيل بصحبه الزملاء عبد الناصر زيزان ومحمد باهي وايمن عبد الصادق. كان معكم من ملعب المباراه احمد كمون لبرنامج كرة بلدنا قناه القاهره.